بعد الضربة الأخيرة بتاعة الجيش المصري على الحدود واللي انتوا شفتوه أكتر من 100,000 واحد يا جماعة. ال100,000 واحد دول ما اتمسكوش مرة واحدة، يعني عشان بس الناس تفهم، اتمسكوا على مراحل. الناس دي كانت هتدخل مصر تهريب. كان في منهم اللي عاوز يهاجر بره مثلا، يعني ياخدها مصر زي معبر كده. وفي منهم اللي ممكن يخش خلايا نايمة يعمل لك مشاكل، وفي. دلوقتي هم عاملين حاجة اسمها ترس الشمال. يعني ايه ترس الشمال؟ ترس الشمال ده اللي احنا مش هنصدر بضاعة لمصر. حقك، حقك، حقك خالص على فكرة. والله ما انا معاك، ما اقدرش اقول لك لا، براحتك. بس في نفس الوقت يا جماعة، انت مش عاوز تصدر حاجة لمصر، احنا طالبين منك خدمة بسيطة، مش كتير. ما تاخدش مننا حاجة برضه يعني، ولا تدينا ولا تاخد. هتقول لي ما انت مقموص عشان لا، افهم. ما هو انت الصح، ولا تدينا ولا ناخد. وتاني حاجة، تسحب اللاجئين بتوعك ال10 مليون سوداني ولا ال11 مليون، ترجعهم بلدك. واقفل بلدك ضبة مفتاح، ولا تدينا ولا ناخد. موضوع بسيط، من غير شتيمة، من غير قلة أدب، من غير تجاوزات، من غير بلدك انت حر فيها. بتحاربوا بعض انتوا احرار مع بعض، بتموتوا بعض انتوا احرار مع بعض. بيقول لك حرب اهليه ومحدش فاهم. حرب اهليه انتوا مع بعض بتكرهوا بعض، احنا مالناش دعوه. طلعونا بره الموضوع ده، طلعونا بره الموضوع ده. بدل احنا وحشين، انتوا جايين عايشين وسطنا ليه؟ جايبين عيالكم واطفالكم ونسائكم وشبابكم اللي ساب البلد. براحتك، خد ناسك واقفل على نفسك ضبه ومفتاح. ولا تاخد من مصر بضايع، ولا تدينا، ولا يا ولاد فوزيه، ولا يا ولاد مش عارف ايه، ولا اي شيء. خد لي بالك، انت موضوع سهل خالص خالص، لا ضرر ولا ضرار. واحنا يا عم بتقول احنا اخوات النيل وولاد النيل، لا احنا مش ولاد حد. النيل ده مش ميه، شريان دولي ماشي بين الدول. هو جاي لك انت من ناحيه اثيوبيا، ومن اثيوبيا محدش ملكه النيل ولا حاجه. هو معدي على النيل كده، حنفيه ماشيه في عماره والناس بتشرب منها. ما تزعلش نفسك خالص، ولا تقول لي احنا اولى بحاجتنا ولا انتوا من. لا لا لا، اقفل على نفسك يابا، وربنا يكرمكم. واعمل مصانعك، واعمل اقتصادك، واعمل جيشك، واعمل شرطة، واعمل كل حاجة. بس كل ده هتعمله امتى؟ لما ترجع تدافع عليها الاول وتحررها. لما ترجع تدافع وتحررها وبعمل كل ده. لكن انت في الوقت الحالي انت هربان وخالع وقاعد في مصر. 10 مليون لاجئ متحاميين في امن مصر، مش قاعدين جروشهم دول يقعدوا بيها في اي دولة هم عاوزينها. لا، انت قاعد في مصر عشان حامينك. ما لو فلوسك تحميك، اقعد في بلدك اولى بيك. بلدك اولى بيك. في ناس هتخش تقول انت بتهاجم. ما بهاجمش، ما بهاجمش. انتوا خشوا شوفوا التعليقات على الفيس وانتوا تعرفوا. هو بيقول لي انا مش عاوز اديك يا مصر حاجه، وانا بقول له حقك. شفت اكتر من حقك، بس ما تاخدش ولا تديني، ولا نحله تقرصيني، ولا عاوز عسل مني. حاجتكم عندكم يابا، ليلتكم عندكم، ربنا يسهل لكم. خدوا اللاجئين بتوعكم وخدوا دنيتكم وعيشوا مع بعض ولطشوا في بعض واعملوا اللي انتوا عاوزينه. ويا عم احنا المصريين بتوع فول وبتوع خلينا عايشين مع بعض. واحنا المصريين راضيين عايشين مع بعض وساكتين عايشين مع بعض وعاجبنا عيشتنا. واحنا يا عم مش لاقيين ناكل زي ما انتوا بتقولوا، وسيبنا لكم انتوا الغنى، وسيبنا لكم انتوا الجيوش بتاعكم، وسيبنا لكم كل حاجه. مصر مش عاجباكم، سيبوها بس.